ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. حبيت اكمل في الفيديو ده. كنت اتكلمت في فيديو الجزء الاول عن شوية تقنيات هتساعدك في انك انت يكون دمك خفيف، وتمارينات كمان عملية هتساعدك. حسيت ان انا مديتش الموضوع حقه، علشان كده عملت جزء تاني من الفيديو. خلي بالك انك انت لما تقول نكت علشان تضحك اللي حواليك، النكت ده اسلوب ضعيف جدا، اسلوب مبتذل، مش هيضحك اللي حواليك خالص. في تقنية تقدر تعملها علشان تضحك بيها الناس اللي حواليك، وهي انك انت تلعب بالكلمات. يعني ايه تلعب بالكلمات؟ يعني مثلا بدل ما تقول حساسية تقول حساسية. انا شخصيا كان حصل معايا الموقف ده. مامتي كانت حابة تهزر معايا، فقالت لي ما تشربش فراولة كتير علشان ما يجيلكش حساسية. فاول ما سمعت كلمة حساسية دي قعدت اسخسخ طول النهار من الضحك. بعد كده رحت رايح لناس قرايبي وصحابي وحكيت لهم على الموضوع الحساسي ده، وكنت كل شويه اقعد اقول لهم حساسي. راحوا قعدوا يقولوها ما بين بعضيهم، وقعدوا يضحكوا كميه ضحك، ويقعدوا يقولوا لبعض حساسي حساسي حساسي. التقنيه التانية هي انك تلعب ادوار. يعني ايه تلعب ادوار؟ تتقمص مثلا دور الملك المتغطرس او شخص نرجسي ماشي كده يقول يا ارض تهدي ما عليكي ادي. تبقى انت مثلا ماشي كده وسط اصحابك وتمثل ان انت دور واحد نرجسي. ها، ازيكم عاملين ايه؟ يا شوية كذا كذا، تعالوا بوسي ايدي يلا. كده بالمنظر ده انك انت تتقمص الادوار. وخلي بالك، صفة خفة الدم دي من اكتر الصفات اللي هتديك كاريزما، هتخليك كده جذاب قدام الناس، بتقدر كده تشد انتباههم، تبقى ماشي كده في وسط الناس بتشع سحر وحاجات جميلة كده. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة. سلام.